السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية سواد اليد في المنام. سواد اليد في المنام: إذا رأى النائم في منامه إن يده بها بقع سوداء، وبيدل إن صاحب الرؤية بيمر بفترة حزينة لأنه غير قادر على حل تلك المشاكل. أما إذا رأى النائم في منامه إنه يلعق أصابعه فتلك رؤية محمودة، حيث بتدل على إن قادم إليه الخير. بتشير تلك الرؤية أيضا على حفظ النعم التي يتمتع بها صاحب الحلم. أما رؤية الرائي إنه لا يمتلك يد، فتلك قد يحتمل أن يكون علامة على إنه عاشق كبير. رؤية ارتداء كف من الذهب للمرأة المتزوجة، بنقول هنا بيكون علامة على المعاناة التي تعيشها بسبب زوجها. أما تفسير حرق اليد في المنام: إذا رأى التاجر في منامه إن يده قد تعرضت للحرق، هنا بنقول بيكون علامة على الخسارة في التجارة. أما الطالب الذي يرى إن يده قد احترقت، برضه هنا بيكون علامة على الرسوب الدراسي. بشكل عام بتدل الرؤية والله أعلم على الفشل في مختلف المجالات، أو كل واحد على حسب مجاله. رؤية ساعة في اليد بشكل عام بتعتبر رؤية محمودة في أغلب الأحيان. تدل الرؤية كمان على اتخاذ أفضل قرار بشأن موضوع مهم. وإن كانت الساعة الموجودة في اليد فضية، فقد يحتمل أن يكون علامة على الزواج والاستقرار للأعزب. بينما إذا كانت الساعة ذهبية، فهي والله بتكون عبارة عن إشارة للغناء والثراء. رؤية اليد المتسخة أو الغير نظيفة في المنام: بتدل رؤية اليد الغير النظيفة على الخيانة أو الغدر. من رأى أنه صارت يده متسخة وغير نظيفة، بيكون علامة على أنه هو شخص غير متحمل أي مسؤولية. بتشير كمان تلك الرؤية إلى خسارة صاحب الحلم الكثير من الأموال. بشكل عام رؤية اليد الغير نظيفة في المنام علامة على أشياء مكروهة. ومن يرى أن يده أصبحت طويلة، فتلك بتكون علامة على قيامه بأعمال صالحة. بتدل كمان على الانتصار على الأعداء وهزيمتهم. أما رؤية اليد المقطوعة فهي رؤية غير محمودة، بتدل على الفراق أو الخسائر. طب تفسير حلم حنة اليد في المنام: بتدل رؤية الحنة في المنام بشكل عام على الخير. فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تضع الحنة على يدها، فهنا بيكون إشارة للزواج. بينما المرأة الحامل أو المرأة المتزوجة التي ترى في منامها الحنة على اليد، فهو خير ورزق كبير لها. بينما رؤية مسك اليد في المنام بتكون علامة على إطاعة الأوامر. تفسير حلم تقبيل اليد في المنام: بتدل رؤية تقبيل اليد اليمنى في المنام على القناعة بالرضا والصلاح. بتشير رؤية تقبيل اليد اليسرى على صفات مذمومة مثل الطمع والجشع. رؤية اليد المنبسطة في المنام من الرؤى المحمودة، والتي بتدل على السعة في الحياة وفي الدنيا. بينما بتشير رؤية اليد المنقبضة في المنام إلى ضيق الحال. ومن يرى أن يده منبسطة، فقد يحتمل أن يكون علامة على أنه شخص كريم. وكلما زاد انبساط اليد، كلما دل بقى على الإسراف والتبذير. والله تعالى أعلى وأعلم. بتدل رؤية اليد المشلولة في المنام على قيام الرائي بذنب كبير. من يرى أن يده اليمنى أصبحت مشلولة في المنام، بنقول هنا بيكون علامة على ظلم للضعيف. بينما شلل اليد اليسرى في المنام بيكون علامة على موت أخ أو أخت للرائي. بتشير تلك الرؤية والله أعلم إلى ارتكاب ذنب عظيم. والله تعالى أعلى وأعلم. حلم تعفن اليد في المنام: بنقول هنا بقى إيه؟ اليد في المنام وشم رائحة كريهة بيحتمل أن يكون علامة على فساد عمل يقوم به الرائي. مرض اليد في المنام يحتمل أن يكون على محنة يمر بها الإخوة. أو مرض الأصابع بتدل على محنة الأبناء أو الأبناء والإخوة. طيب شلل أصابع الإبهام في المنام بنقول علامة على موت والد الرائي. أما شلل الخنصر بيكون موت الأم. بينما شلل أصبع السبابة فقد يحتمل أن يكون علامة على موت أخت صاحب الحلم. أما شلل الوسطى موت الأخ. وشلل البنصر موت ابنة الرائي. والله تعالى أعلى وأعلم. أما تفسير حلم عض الكف في المنام: إذا رأى النائم في منامه أنه يغض يده، فتلك قد يحتمل أن يكون علامة على الندم الشديد. بتدل الرؤية
على قيام الرائي بفعل ما جعله يندم بسببه. ورؤية احتراق اليد في المنام قد يحتمل أن يكون على مال من مصدر حرام. مسك القلم باليد في المنام يحتمل بيكون علامة على النجاح في المجال الذي يعمل به الرائي، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ضرب الكف في المنام، إذا رأى النائم في منامه إن هناك شخص ما يقوم بضربه بالكف على وجهه، هنا بقى بيكون علامة على ندم الرائي على فعل ما. في حالة المرأة المتزوجة في منامها إن زوجها يضربها بكفه، فتلك بتكون علامة على حب زوجها الشديد لها. أما الفتاة العزباء التي ترى تلك الرؤية بتكون بقى علامة على تعرضها للظلم الشديد. حلم قراءة الكف في المنام، إذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقرأ الكف أو شخص ما يقرأ لها الكف، بنقول علامة على الخير والنجاح لها. بتدل تلك الرؤية في منام الرجل على الخير الكثير الذي سيحصل عليه الرائي خلال الفترة المقبلة والدخول في مرحلة جديدة. في منام المرأة المتزوجة بتدل الرؤية على استقرار حياتها الزوجية بينها وبين زوجها، وبتدل تلك الرؤية والله أعلم على الحب الشديد الذي يكن لها زوجها. وبنقول بردك تلك الرؤية بيحتمل أن تكون علامة على الخير والرزق الكبير لها ولأسرتها. تفسير حلم مرض اليد في المنام. رؤية انفجار عروق اليد في المنام بتكون علامة على الغنى للفقير والفقر للغني. رؤية حبوب في كف اليد بالمنام بتكون علامة على مشقة وتعب للرائي. شلل اليد في المنام بيكون علامة على توقف حال صاحب الحلم. أما مرض اليد في المنام بشكل عام بيكون هنا علامة على مرور إخوة الرائي بمحنة وقدور صعبة جدا جدا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما خروج النار من اليد في المنام من الرؤى المحمودة والتي تنذر بالخير. من يرى في منامه أن النار تخرج من يده فتلك قد يحتمل والله أعلم على التفوق والنجاح. فالتاجر الذي يرى تلك الرؤية فهي أشارة بنجاح تجارته وازدهارها. ومن له سلطان وجاه ورأى النار تخرج من يده فتلك قد يحتمل تكون علامة على زيادة سلطانه. ده كان تفسيرنا النهاردة. أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.